حد مال عينيا ولا حد مدت له ايديا، واخد الحياة كده لو يدرع، عايش انا بسوء النية، نفسي ومفيش حاجة قبليها، مصلحتي بس اجرانيها، ودي انا ابدأ في الدنيا، يا اما فيها مش بحد مال عينيا ولا حد مدت له ايديا، واخد الحياة كده لو يدرع، عايش انا بسوء النية، نفسي ومفيش حاجة قبليها، مصلحتي بس اجرانيها، ونية مبدأ في الدنيا، يا اما فيها وكل النية على كيفي، على كيفي انا عملته، وحالي انا حالي، ولا مرة انا عدلته، وقبل اي كلام اتقال انا طول يا وماشي شمال، اقل واجب يعني. بسم اللي خلق الكون رب العباد الله، سريز بابا. انا احكي لكم حكاية يوسف نبي الله، اخ ال11 اخ الوحيد في وسطيهم، حبوا ابو عنهم وفضلوا عليهم، الكره فيهم بان والغيرة في عينيهم، خدوا رموا في البير كتب له ربه حياة، واحد غريب عدى عليه ولقاه، كان من نصيب العزيز خدوا منهم ورباه، اخواته كتبونك على ابوهم وقالوا نصيب، فجأة ودي النبي يوسف بياكلوا الديب، فقال البصر على طول مهرح عز حبيب. اكمل ولا بلاش؟ طب ما تسمعونا سقف طيب. يوسف في بيت العزيز مراته عينها عليه، كانت جميلة قوي، حاولت كتير تغريه، ما عملش يوسف غلط، كان ربه راضي عليه، غبت مراته قوي والعالي فكره لئيم، قرينا في القرآن كده النساء عظيم، خدوا رموا في السجن بدري ما يبقى بعيد، وفجأة النوم شاف حلم حلو سعيد، الحلم كان معناه دنيا وعد جديد، من السجن يوسف خرج بقى تاني جوه مصر، يا شايلة في السما يوسف بيحكم مصر، أدبه يعقوب أوامر جاله الشغل، كان يوسف دي كانت دوا الموصوف، ده حكاية فيها العبر، ده حكاية فيها العبر، اسمع يا مؤمن شوف، باسم اللي خلق الكون رب العباد الله، ادي الحكاية انتهت تمت بحمد الله، تمت بحمد الله، تمت بحمد الله.